بسم الله الرحمن الرحيم. نصيحة في دقيقة: دواء في الطعام. الحلبة وحبة البركة. الكثير من الأحاديث الشريفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن فوائد هذه المادتان، الكثير من الأبحاث العلمية عن فوائد هذه المادتان. كوبين قليل من الحلبة المطحونة، ملعقة صغيرة من حبة البركة المجروشة حديثا، ماء مغلي ساخن، نصف كوب ماء مغلي ساخن في الكوب الآخر، بغطيهم 15 دقيقة، بتركهم لحتى الفوائد تصير في الماء الساخن. بعدها ممكن أصفيهم في كوب ثالث، وهيك هذا الكأس هو دواء بستطيع أنا أضعه في أي مادة من مواد الطعام اللي أنا عم بطبخها، إن كان رز، إن كان شوربة، إن كان بطاطا، إن كان معكرونة، أي نوع بتكون دواء في الطعام. أتمنى لكم رمضان كريم. السلام عليكم ورحمة الله.